اللي انا عايز اقوله ان السكر مرض زي الضغط كده مش بيروح، فلابد ان احنا نتابعه متابعه دوريه. ولابد بقى احنا كبتوع قلب وعايزين وقايه الكوليسترول. السكر اسمه مريض السكر اسمه عالي الخطوره لحدوث امراض الشرايين اللي سواء الدماغيه او الشريان التاجي بتاع القلب. فده ارقام الكوليسترول بتاعه غير ارقام واحد عنده مثلا 30 سنه وما عندوش سكر. وخاصه ان الاستاذ احمد كان عنده 66 سنه فالسن بتاعه ريسك وعنده سكر فهو 2 عامل خطوره. تمام. عوامل السكر هي كده زي ما قلت لك في يوم من الايام هو بيعمل اسمها عمليه تصلب الشرايين بتاخد عشرات السنوات. بتاخد ايه عشرات السنوات تراكمي. مش يعني هي اللي هو تصلب الشريان يعني النظريه ان في حاجه اسمها الكوليسترول الضار بيروح يتراكم في جدار الشريان بيعمل رد فعل التهابي يكبر خليه سنه بسنه بياخد عشرات السنوات. فانا لازم في هذا الرجل اخد بالي جدا من الكوليسترول مش بس بالعلاج لا بتظبيط الاكل وبالرياضه. الايه مش 66 سنه هروح اخليه يلعب ماتش كوره او يلعب بوكس لا ده يتمشى. فانا عايز اعمل وقايه من داي 1 يعني يعني انا عايز الطفل اللي في المدرسه يا ابني كل خضار وفاكهه كتير عشان تعمل وقايه لجسمك وما الخضار والفاكهه مفيش فيها بقى لا كوليسترول ولا سكر ولا هنا اجري اتمشى ومارس رياضه ما تشيلش الهم قوي ما تدخنش. تعال اما اعمل لك سكريننج يعني زي فحص شامل. تعالوا كلكم شوف اخبار قلبكم ايه